الأمن الأمريكي ووزير الخارجية في عهد ريتشارد نيكسون يقول إن ما يجري في الشرق الأوسط وفي العالم كله حاليا هو تمهيد للحرب العالمية الثالثة التي سيكون طرفاها روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى. ثعلب السياسة الأمريكية العجوز هنري كيسنجر مستشار الأمن الأمريكي ووزير الخارجية في عهد ريتشارد نيكسون. نادرا ما يدلي كيسنجر هذا بحديث صحفي، لكنه مؤخرا جاد به لصحيفة ديلي سكيب اليومية المحلية في نيويورك. مفاجآت كيسنجر وصفها كثير من المراقبين بالعيار الثقيل، وتفاصيلها حول ما يجري في الشرق الأوسط وفي العالم كله حاليا. يقول كيسنجر إن ما يجري حاليا هو تمهيد للحرب العالمية الثالثة التي سيكون طرفاها روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى. حرب كما يصفها ستكون شديدة القسوة، وبرأيه يجب أن تنتصر فيها الولايات المتحدة. كيسنجر هذا كغيره من جنرالات الحرب الأمريكيين باتت برأيه كل من موسكو وبكين تتمتعان بهيبة كبيرة يجب زوالها، ومعهما إيران التي يعتبر سقوطها هدفا أول لإسرائيل حسب قوله. أما إدراك الاتحاد الأوروبي لحقيقة المواجهة العسكرية المحتومة بين أمريكا وكل من روسيا والصين فقد دفع هذا الاتحاد للمسارعة بالتوحد في كيان واحد متماسك وقوي. يقول كيسنجر. يكشف كيسنجر أن الدوائر السياسية والاستراتيجية الأمريكية ولتحقيق هذا الهدف طلبت من عسكرييها احتلال 7 دول شرق أوسطية لاستغلال مواردها الطبيعية خصوصا النفط والغاز، فالسيطرة على البترول هي الطريق للسيطرة على الدول، أما السيطرة على الغذاء فهي السبيل للسيطرة على الشعوب. وأكد الثعلب اليهودي العجوز أن العسكريين الأمريكيين حققوا بعضا من هذا الهدف تقريبا، وبقي حجر واحد علينا إسقاطه من أجل إحداث التوازن. يتابع كيسنجر وهو الحجر المتمثل في إيران، ولأن كلا من الدب الروسي والتنين الصيني لن يقفا موقف المتفرج، ونحن نمهد الطريق لقوتنا خصوصا بعد أن تشن إسرائيل حربا جديدة بكل ما أوتيت من قوة لقتل أكبر عدد من العرب، فإن المهمة ستصبح ملقاة على عاتق جنودنا، وأقصد هنا الأمريكيين والغربيين بصفة عامة، لدخول حرب عالمية ثالثة يواجهون فيها الروس والصينيين. يقول كيسنجر: من ركام الحرب سيتم بناء قوة عظمى وحيدة قوية صلبة منتصرة، هي الحكومة العالمية التي تسيطر على العالم. ولا تنسوا أن الولايات المتحدة تملك أكبر ترسانة سلاح في العالم. يتابع: ترسانة لا يعرف عنها الآخرون شيئا، وسوف نقوم بعرضها أمام العالم في الوقت المناسب. كل هذا